السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتي مطبخ أم فرح. نتمنى يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا في هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد السندويتشات اللي كيجيو رائعين بزاف، خطيرين خفافين ومفشفشين، كيجيو خاويين من الداخل. هكا اقتراح للعشاء او للغداء او لا يمكن لكم تعتمدوهم هكا في الشهر الكريم. ان شاء الله غادي ينفعوكم بزاف بزاف. راه كيجيو البنات خطيرين رائعين، كيجيو مفشفشين ورطبين، وواحد السر ديال واحد العجين اللي كيجي رائع بزاف بزاف، وبواحد الحشوه اللي اقتصاديه وسهله بزاف وفي نفس الوقت لذيذه ما تشبعوش منها. فنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يعجبكم، وما تبخلوش عليا بلي لايكاتكم وتعليقكم الزوينه، ونصليو على نبينا عاد نبدا معكم الفيديو. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله على بركة الله. هنا عندي واحد 4 الكيسان ديال الدقيق أبيض ما يعادل 400 غرام، والكيسان ديال العنبة يمكن لكم ديروا حتى 500 غرام. هنا عندي واحد معلقة صغيرة ديال السكر، وواحد معلقة صغيرة ديال الملح، ومعلقة كبيرة ديال خميرة حبيبات غادي نديرها مع السكر، وواحد الكيس ديال خميرة الحلويات، وواحد البيضه البنات اللي غادي ناخذ منها الابيض والاصفر غادي نحتفظ به للدهن. وغادي نضيف واحد 2 معالق كبارين عامرين ديال الزبده اللي كيكونوا بحراره ديال المطبخ اللي كيعطينا واحد الطراوه في العجينه، ومعلقه كبيره ديال الخل اللي بدوره كيعطينا هشاشه في الخبيزات ديالنا وكيجيونا مفشفشين وخفافين. فاي حاجه درناها في العجينه هذه والا ليها دور كبير اللي كيخلي لينا هاد الخبيزات ناجحين وصادقين لكم من اول تجربه. صافي انا كيف شفتوا معايا غادي نخلط الخليط ديالي بالماء اللي كيكون دافي. غادي نخلط ديك سنيده مع السكر هي الاولى حتى كتذوب وكتفاعل، عاد غادي نجمع الخليط. وهنا كيف شفتوا معايا راه بديت البنات كنعجن ونسيت الحاجه اللي مهمه حتى هي في العجينه اللي هي الحليب مجفف. الا ما كانش متوفر غادي تعجنوه بالحليب اللي كيكون دافي. انا ما كانش عندي الحليب سائل ودرت هاد حليب مجفف حيت كان متوفر عندي. صافي كيف شفتوا معايا العجينه راه كتكون مرخوفه كتلصق في اليدين، كنبقى ندلك فيها ونبقى نضرب بها حتى كتجمع ليا بهذا الشكل هذا، وكنحصلوا على عجينه اللي كتجي رطبه خفيفه بهذا القوام هذا. كيف شفتوا معايا كنخلي القوام ديالها يجي كيتلصق باش تجينا رطبه. صافي هنايا غادي نديرها في واحد الاناء اللي غادي ندهنو بشويه ديال الزيت وغادي نخليها تختمر باش يضاعف الحجم ديالها. ومباشره غادي ندوز نوجد الحشوه ديالي. هنا عندي مقله درت فيها شويه ديال زيت المائده، ودرت فيها 2 بصلات كبارين خضاريين مشلضين. الا عندكم بصله دايره ديروها بحال بحال. غندير ليها هنايا واحد معلقه صغيره ما عمرش ديال الملحه وراس معلقه صغيره ديال الابزار، وغادي نحركها واحد شويه تشحر ليا في ديك الزويته حتى كتبان ليا ديك البصله. هنا من بعد ما تشحرت ليا وهبطات ليا ديك البصله غادي نزيد الدجاج. هنا يمكن لكم ديروا الدجاج كفته لا داند اي حاجه بغيتو، اي حاجه نتوما كتحبوا متوفر عندكم ديروها. درت هنا واحد 2 ضريسات ديال الثومه حكيتهم، وغادي نحرك واحد شويه باش كيتشحر ليا داك الدجاج حتى هو مع البصله ومع الثومه وهذا. وهنا غادي نزيد التوابل. عندي معلقه صغيره ديال القزبور حبوب مطحون، معلقه صغيره ما عمرش ديال السكنجبير، راس معلقه صغيره ديال الخرقوم، وراس معلقه صغيره ديال العطريه ديال الدجاج اللي ماشي ضروري منها. الا كانت متوفره ديروها، ما كانش ما ديروهاش، اولا اللي عنده عطريه ديال الشاورما يديرها. كيف قلت لكم دائما كديروا داكشي اللي متوفر عندكم، ماشي ضروري ديروا داكشي اللي درت انا. صافي هنا عندي واحد الفلفله حمراء مقطعه مربعات، حتى هي اختياريه، الا كانت متوفره ديروها، ما كانش ما ديروهاش. يمكن لكم ديروا فلفله خضراء. انا هنايا كان عندي واحد شويه في المجمد وضفته. غادي نحرك الحشوه ديالي، وهنا غادي نزيد واحد المعلقه كبيره ديال القزبر ومعدنوس مفرومين، وغادي نحرك الحشوه ديالي ونخليها ديك الشرموله ديالي تدخل في بعضياتها ويطيب ليا هذاك الدجاج ويطيب على خاطره. هنا غادي ندوز العجينه ديالي من بعد ما اختمرت ليا. هانتوما البنات ضعف الحجم ديالها وكتجي خفيفه مهويه. غادي نفرغ من هذاك الهواء ديال الخميره. غادي نرش فوق سطح العمل ديالي بشويه ديال الدقيق باش ما تلتصقش ليا لانه العجينه خفيفه. صافي هنايا غادي نقطعها هكا اجزاء باش كنخرج منها كرات صغيورين. صافي هنا بالنسبه للكرات غادي نديرهم هكا عيني ميزاني، القياس نتوما اللي نتوما باغيين، بغيتوهم كبارين اولا صغيورين نتوما كتحكموا فيهم، هذا هو القياس ديالهم. وهنايا من بعد ما قطعتهم كاملين كنرش عاوتاني شويه ديال الدقيق وكندلكها بالدلاك بهذا الشكل هذا، ماشي بزاف غير كنسرحوها شويه. وغادي نبقى نلوي فيها بهذه الطريقه هذه كيف شفتوا معايا، طريقه سهله بزاف بزاف. وكنحاولوا نزيدوا ليها دوك القنيتات باش ما كيتحلش
ملي كتخمر اولا ملي كتدخل الفران. كنقادوها مزيان مزيان من القنيتات. هذا هو الشكل ديالها. غادي نحطها جانبا وغادي نعاود معكم وحده اخرى باش كتشوفوا الطريقه مزيان. صافي غير كنسرحوها البنات شويه وكنحربلوها بالطريقه هذه وكنزيدوا لها القنيتات. صافي هادشي اللي كاين. هانتوما البنات الطريقه راه باينه وواضحه ومبسطه بزاف، ساهله ما فيهاش شي تعقيدات ولا شي حاجه. هنا واخا كيبان لكم الباكيت ديالكم رقيق وصغير ما تخافوا والو، ملي كيخمر راه كيعاود يضاعف الحجم ديالو. صافي كنستفوهم فواحد اللاطه ديال الفران وكنخليهم يعاودوا يخمروا مره ثانيه ونتلاقاو. هانتوما البنات من بعد ما خمروا ما شاء الله راه كيضاعف الحجم ديالهم. هنا غادي ندهنهم داك اصفر البيض مخلط مع شويه ديال الخل كيف شفتوا معايا. وهنا في هاد الاثناء البنات راه الفران كيكون سخون، كنسخنوا باش كيسخن مزيان. وغادي نرش عليهم هنا شويه ديال البوافو اولا ديروا الزنجلان اولا تخليوهم هكاك. اصلا المنظر ديالهم كيجي زوين ملي كيتحمروا كيجيو رائعين بزاف. ايوا صافي هنا كناخذ واحد الريزوار اللي كيكون جديد من طبيعه الحال اللي كيكون مستعمل غير للكوزينه. غادي نفلحوهم بهذه الطريقه هذه. يمكن لكم ديروا هكا فليحات هكا من الجناب اولا اللي بغيتو. وصافي كتدخلوهم الفران اللي كيكون سخون من قبل. ملي كتدخلوهم البنات العافيه اللي كتكون متوسطه حتى كيطيبوا، راه كيطيبوا بسرعه. وهذا هو الشكل ديالهم من بعد ما طابوا. ما شاء الله الشكل ديالهم كيجي رائع وكيشهي وحتى المنظر ديالهم كيجي زوين. وشوفوا البنات كيف كيجيو مفشفشين ما شاء الله، كيجيو رطبين، عرفتي راه كيذوبوا في الفم وخاويين ما فيهمش بزاف ديال البابا، كيجيو رائعين. ايوا كنتمنى تجربوهم ان شاء الله وتردوا عليا. هانتوما البنات راه خفافين بحال الريشه. انا غادي نقطع معكم وحده باش كتشوفوا الداخل ديالها كيفاش داير. هانتوما كيجيو خاويين ومفشفشين غزالين، كنتمنى تجربوهم. صافي هنايا غادي نقطعهم بهذا الشكل هذا وغادي ندوز باش نعمر الحشوه ديالي. هنا كل وحده كندهنها البنات بالمايونيز. هاد البنات هاد الساندويتشات راه يمكن لكم ديروا حشوه اللي كتكون بارده اللي فيها الطون والمايس وهذا كورنيشون مورتاديلا البيض مسلوق الزيتون خضر اولا كدهنوهم هكا بالفرomاج وتعطيهم لوليداتكم هكا للفطور. راه يصلح البنات لاي حاجه، ماشي بالضروره تكون الحشوه سخونه. ايوا صافي من بعد ما درت مايونيز درت فرماج ساندويتش وسخنت الحشوه ديالي ودرتها باش كتكون تقدم هكا سخونه. ودرت معاها شويه ديال بطاطا فريت ماشي ضروري منه، انا هنا درته غير حيت وليداتي كيعجبهم ودرت هكا شويه باش كيبان ليهم باش كيزعموا انهم ياكلوا هاد الساندويتشات واخا ما عندهمش مع هاد الشيء المعمر. صافي هنايا درت شويه ديال الفرماج احمر زينت به هاد الساندويتشات كيعطي منظر زوين وكيعطي حتى المذاق. الا ما كانش متوفر ماشي مشكل. ايوا هادو هما الساندويتشات ديالنا كيف كيجيو رائعين بزاف والحشوه ديالهم لذيذه ما تشبعوش منها. وكنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وما نكونش طولت عليكم. وإلا عجبكم الفيديو قولوا لي في التعليق وديروا لي لايك باش تشجعوني وبارطاجيو الفيديو مع احبابكم وصحابكم باش كتعوم الفائده. تهلاو ليا فراسكم الى فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.